أهلا بيكم في الجزء الثاني من الشاليه الملعون مع فوكلر، حكايات تعيشنا في عالم الخيال والتشويق. بس قبل ما نبدأ الحلقة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وساعدوني بلايكاتكم وكومنتاتكم. يلا بينا نبدأ الحلقة. وجدي حس إن مفيش صوت للكلاب المرعبة بره. خرج من الحمام وهو بيتسحب بالراحة وبيذكر ربنا وهو خايف ومرعوب. فجأة لقى باب الشاليه مفتوح قدامه، فرح جدا وقال الحمد لله، وجري بسرعة بره الشاليه ولقى قدام الشاليه راجل لابس جلابية واقف بظهره. جري بسرعة عليه وجدي وخبط على ظهره وقال له لو سمحت ممكن تساعدني اخرج من هنا؟ الشاليه ده اعوذ بالله مسكون وفيه حاجات مرعبة، ارجوك ساعدني اخرج من المكان ده. لف الراجل لوجدي، وجدي لقاه شكله مسخ مرعب. زاد رعب وجدي، لفه علشان يجري الناحية التانية، لقى سلمى المسخ التاني اللي كان موجود في الحمام ورا ظهره بشكلها المرعب. وجدي مقدرش يستحمل كل ده وصرخ بصوت عالي من الرعب ووقع وأغمى عليه على الأرض. وللأسف كل اللي كان حصل ده كانت تمثيلية من أصحابه اللي جابوه المكان علشان يخلصوا منه، واتلموا حواليه وهو مغمى عليه على الأرض وقعدوا يضحكوا بمنتهى السخرية والشر وعيونهم الشر مليها. لكن فجأة البوليس حاصر الشاليه وتحولت ضحكتهم لرعب، واللي حصل سووا بلاغ اتقدم من أصحاب الشاليه اللي جنبهم إن في صوت مرعب في الشاليه وحاجات غريبة بتحصل، وتم القبض على سلمى وياسر وعمرو وجمال. وعربية الإسعاف أخدت وجدي على المستشفى، بس للأسف وجدي جاله صرع من اللي شافه وحالته النفسية ما كانتش مستقرة. وراحت له نيرة خطيبته المستشفى وكانت واقفة جنبه وزعلانة على اللي حصل له وبتعيط علشانه. وهي في البيت باباها قال لها نيرة انت لازم تفسخي خطوبتك من وجدي، ولا عاوزة الناس تقول ان انت مخطوبة لواحد مجنون ومهزوز نفسيا؟ نيرة قالت بابا مع احترامي لحضرتك انا مش هسيب وجدي، انا هقف جنبه لحد ما يعدي المحنة ويقوم بالسلامة ان شاء الله ونتجوز. باباها اتكلم بغضب وقال لها مش هينفع تكملي مع مجنون، هتتعايري بيه وهتندمي بعد كده انك كملتي معاه. نيرة بابا مش هسيب وجدي ان شاء الله هيخف وهنتجوز. وبدأت تبكي وهي بتتكلم وبتقول مش هسيبه يا بابا، انت ما ربتنيش اني اتخلى عن اللي بحبهم علشان مرض او اكون قليلة الاصل مع حد. انا بنت اصول يا بابا ومش هسيب وجدي، ده وجدي يا بابا، وجدي مش هسيبه حتى لو ما خفش هتجوزه وهو كده. مش هسيب وجدي يا بابا وان شاء الله هيقوم بالسلامة، انا واثقة ان ربنا هيشفيه، مش هسيبه يا بابا مش هسيبه. وانهارت من العياط ووالدها أخدها في حضنه بحنية واتأثر بكلامها. ووجدي عدى المحنة وقام بالسلامة وخرج من المستشفى وإيده في إيد حبيبته نيرة وهم مبسوطين. وجدي ونيرة اتجوزوا وعملوا أحلى فرح وكانوا في قمة السعادة والحب يوم فرحهم وبقوا أحلى زوجين في الدنيا. ووجدي رجع شغله من تاني ولمنصبه الجديد بطاقة وبحيوية وما بقاش يدي الثقة بإفراط لأي حد مرة تانية، وحياته بقت بيته ومراته وأهله وشغله وبس. الإفراط في الثقة مش مطلوب، ولازم تعمل حدود بينك وبين الناس، وزي ما تآمن خون. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايكاتكم وكومنتاتكم الجميلة. معاكم غادة فويس.